مش محتاج اكتر من دي واحده بس عشان تعرف المفروض تشتري شقتك فين في العبور. لو انت ما تعرفش الماستر بلان دي بتاعت مين فانت فايتك كتير، لان دول اشيك 10 ونص في مبدئيا في الجولدن سكوير. انا دلوقتي داخل كومباوند وكارديا، ده الكومباوند الوحيد في جولدن سكوير اللي واصل لنسبه انشاءات 45%. تعالى عين وحدتك على ارض الواقع والحق عروض المعرض مقدمات من 10% واقساط بتوصل لحد 6 سنين. اول حاجة هنجيب المشاهد بتاعتنا. ده الفيديو الرو، وده الفيديو اللي احنا هنعمل زيه، ودي الكالر باليت او يعني عجلة الالوان اللي هي بتبقى ايه فيها درجات من اللون، ودي هنحتاجها جدا بالمناسبة. هننزل ده كده، خلي ده قدام شوية. اول حاجة هنبتدي بالتكست. مبدئيا كده احنا هنعمل اوتو كابشن. هنروح عند التكست ونضغط اوتو كابشن، نستنى لحد ما يخلص. جميل اوي، هيظهر لنا كابشن بالشكل ده. هنرفعه للمستوى ده، بعدين هنغير الفونت لإطار مترابط. جميل، هنكبره بالشكل ده، وبعدين هنعمل شادو وهنخفف البرايتنس على الآخر، وهنخلي الديستنس على 1 أو 2 كويس بحيث يكون ظاهر كويس. بعدين هنيجي عند إعدادات الكابشن نفسها، وهنيجي عند مش، نحط جنبها نحط بعديها نضغط على بعد مش ندوس انتر، وبعد محتاج ندوس انتر، وبعد اكتر انتر، يعني بحيث تكون كل كلمة على حدة. جميل جميل. بعد دقيقة انتر، نوسع التايم لاين. بعدين هنسلكتهم بالشكل ده وهنعمل هنلغي apply to all اللي هي يعني اي تأثير او اي حاجة اعملها هتطبق على باقي التكست، فاحنا مش عاوزين كده. فهنعمل تكست انيميشن اللي هو سلايد اب اهو. هنرفع كلمة محتاج بالشكل ده، ونخلي دي كده، نرفع بالشكل ده. على بس دقيقة هنلغي التكست انيميشن، هيبقى معانا بالشكل ده. هنسلكت دول الأربع كلمات اللي قبل كلمة دقيقة، ونخلي الديوريشن 2. هنحط جايد لاين عرضي بالشكل ده، نحط 2 جايد لاينز، نرفع كده سنة. ده كده هيبقى مكان التكست. وانت ده شيفت يعني اضغط خش يمين سنة، وانت ده شيفت بحيث ايه ما يطلعش ولا فوق ولا تحت. نعمل كده عند مش محتاج، يبقى من سنة مش محتاج. نزل كلمة دقيقة تحت، سلكت دول بالشكل ده وخليهم في النص. جميل جدا. نصغرهم شوية ونطلعهم فوق. ممتاز. نيجي عند اكتر عشان حاسسها قريبة شوية من جميل. شيل بقى الجايد لاينز دول ديليت. نيجي عند كلمة دقيقة نكبرها شوية ونخلي الفونت بتاعها بيتي ويذر. جميل اوي، بس هنلغي الشادو، هتبقى معانا بالشكل ده. نكبرها شوية. دلوقتي احنا عاوزين نعمل افكت الجريدينت او التدرج في الالوان. هنعمل ايه؟ هنعمل دبليكيت من دي، الغي دي دلوقتي، ونخلي دي لونها لبني فاتح. هو العميل عاوز الدرجات اللون دي، فانت حاول دايما يكون الفايب بتاع الفيديو ما يطلعش بره درجات اللون اللي محتاجها العميل، بحيث الهوية البصرية وكده. نجيب علامة القطرة دي ونقف هنا بالشكل ده. بعدين نفتح دي ونغير لونها لأغمق حاجة ممكنة. قبل ما نعمل افكت الجراديانت ده هنسلكت الاتنين وهنعمل باونس ان، بس نطولهم شوية. نيجي عند اللير اللي فوق الت جي نعمل كومباوند كليب، نفتح الفيديو ماسك سبليت. بعد كده هنقلب ده كده، هننزل كده ايه ندي واحدة كده بحيث يبقى معانا بالشكل ده. زود قلل الفيذر سنة. جميل جدا. كده احنا خلصنا اول جزئية، فاضل تكاية. هنسلكت كل دول كومباوند كليب، وهنفتح الافكتس الفافوريتس، وهنجيب افكت الجلو تو، هنعمل جلو شوية بالشكل ده ونخلي كده. بالمناسبة في افكتات كتير جدا في كاب كات في الشرق الاوسط مش موجودة، فبتضطر تفعل في بي ان بشكل ما عشان تجيب الافكتات دي من بره، زي الجلوتو، زي تخلي الحاجة 3D بالشكل ده. يعني مثلا شايف الكلام ده ممكن نخلي كده المؤاخذة يبقى 3D ويلف معاك بالشكل ده. فلو حابين
اقول لكم ازاي بتعملوا الطريقه دي، بتجيبوا الافكتات اللي هي بتبقى موجوده في النسخ بتاع بلاد بره زي الصين وامريكا وكده، وقولوا في الكومنتات هبقى اعمل لكم فيديو عنها. كده خلصنا التكست انيميشن. تعالوا نشوف في ايه تاني. تعالوا نشوف عملنا ازاي او المعين ده بالشكل اللي فيه جلو وفيه تدرج الوان حلو. يلا بينا. انا بالفعل عامله بريست، ولكن هقول لكم نعمله ازاي. هنفتح التكست، هنضيف تكست، هنسلكت دي مسطرة، الفونت سايز كبره على الاخر. نفتح دي عشان نجيب الكالر باليت. نفتح الباك جراوند تحت ونخلي اللون، نجيب الكالر بيكر للون ده. هنعمل كومباوند كليب، نخش جوه الكومباوند كليب ونعمل دبليكيت للير دي من الباك جراوند، نخليها اسود. جميل. ونعمل لها كومباوند كليب ونفتح الفيديو الماسك، اد ماسك سبليت، ونخليه كده بالشكل ده، ونخليه كده بالشكل ده. نعمل له دوبليكيت ونفتح الماسك او نفتح الفيديو نفسه ونلف بالشكل ده. بس انا حاسس ان احنا ممكن نقلل الفيذر شوية، وهنا كمان نقلل الفيذر. حلو حلو. هنيجي نفتح الفيديو، اد ماسك وريكتانجل ماسك، هيبقى معنا بالشكل ده. صغره كده عشان يبقى ايه، يدينا افكت الجراديانت. بس في حاجة تاني، هنخلي الماسك ايه راوندد شوية، دائري من الحواف زي الفل. نرجع كده ونضيف جايد لاين بالطول، بعدين نلفه عشان يبقى بمحاذاة الجايد لاين 10/10. هنضيف تكست ونكتب 1، ونغير الفونت كده، نطوله بس شوية بالطريقة دي، ونعمل له دبليكيت، نعمل له كومباوند كليب، بس نخش جوه ونخلي لون الواحد، نخليه وليكن اللون ده كده. نفتح الماسك سبليت وكده، ونعلي الفيذر شوية عشان يدينا ايه حتة الجراديانت الخفيفة. حاسس ان احنا ممكن نوطي الاوباستي، لذيذ اوي. هنعمل دول كلهم كومباوند كليب، وهنعمل فريز ونمسح الكومباوند كليب ونسيب الفريز. دي هتبقى كأنها صورة واحدة نتحكم فيها. ليه انا عملت النقطة دي؟ لان كترة الكومباوند كليب في التايم لاين بتهنج الجهاز ويبقى كتير جدا على الجهاز، وطبعا ده بيعتمد على امكانيات جهازك. دي حاجة. تاني حاجة ان الكومباوند كليبس في كاب كات محدودة، يعني ما ينفعش تعمل اكتر من معرفش كام، 6 5 حاجة في الرينج ده، مش متأكد. ولكن انا بعمل الحركة دي دايما عشان اخف على نفسي في التايم لاين. اخر خطوة او قبل الاخيرة هنعمل دبليكيت لدي، ونيجي عند طبقة تحت نكبرها سنتين، بعدين هنلغي اللي فوق دي، هيبقى معانا دي. هنخش على adjust curves ونخليها بالشكل دوت. هنفتح دي، هيبقى شايفين الحواف، في حواف فوق. هنعمل ايه بقى في الحواف دي؟ هنفتح الماسك في اللي تحت، هنتأكد ان احنا واقفين على الطبقة اللي تحت. هنفتح الماسك واد ماسك. احنا عاملين فريز، فهو واخد اعدادات الفريز، فاحنا هنعمل ايه بقى عشان نحل المشكلة دي؟ احنا عايزين ماسك السبليت، فاحنا هنعمل هنا كومباوند كليب تاني. حلو؟ لا مش حلو، في مشكلة. ثواني، احنا اصلا هنلغي الماسك هنا، فنيجي نعمل اد ماسك برضو هيعمل نفس المشكلة. فاحنا نعمل كومباوند كليب تاني وهنعمل فريز، بحيث برضو احنا مش محتاجين غير الصورة. كويس. امسح دي، افتح الماسك، اد ماسك سبليت، وعلى الفيذر شوية. شايفين الحواف بقى شكلها عامل ازاي؟ لذيذة خالص. هنيجي هنا في اعدادات الماسك نعمل كي فريم ونقف على الاخر ونلف كتير جدا. لا محتاجين نلف اكتر، عشان كل ما تحتاج سرعة تلف اكتر. جميل اوي. هنيجي على دول نعملهم كومباوند كليب، هيبقى معانا كده بالشكل ده. هنفتح الافكتس ونضيف افكت الجلوتو، ونقلل دي كده شوية ونعلي كده شوية، وكده يا باشا معاك احلى ايكون. شيل بقى الجايد لاين دي، هنوقف دي كده. هنيجي هنا نحط كي فريم ونمشي لحد ما كلمة دي تظهر، ونحط كي فريم كمان. هنيجي كده هنصغروها وهنلفها كتير شوية كده حلوين، وهنجبور ده الكلام ده. احنا طبعا واقفين عند اول فريم، كليك يمين شو اول بريسيتس، و
كيوبيك اوت. لا مش كيوبيك اوت، احنا عاوزين يبقى فيها باونز كده شويه، فخليها راوند اند اوت بالشكل ده. وهنمشي 1 فريم بالشكل ده او 2 فريم، ونعمل كي فريم هنا تقريبا نفس المسافه من دول، هنمشي زيهم وهنلف ونقفل دي كده ونسحبها لبره. بعدين هنقف على اخر كي فريم، كليك يمين شو اول بريسيتس، وهيبقى راوندد ان، يبقى معانا الانيميشن بالشكل ده. خلينا في تاني كي فريم نخلوها كواد ايز. ممتاز اوي. اخر حاجة هنعملها في المشهد الاول ده، هنجيب اي صورة سودا عندنا ونسحبها تحت كل حاجة، ونفتح الماسك السبليت، نعلي الفيذر شوية بالشكل ده. تمام. ونقلل بس الاوباستي شوية بس. جميل اوي، بحيث يبقى تحت الافكتات في تباين، في كونتراست، في حاجات ظاهرة معانا. ده بالنسبة لأول مشهد. طبعا مع كده التكست انيميشن هيبقى بنفس الكلام، نفس الحركة زي ما عملناها كده، وظبط تحريك، يبقى كده كومباوند كليب، بعد كده افكت جلو تو. طبعا احنا ملاحظين اول الفيديو عملنا زوم اوت، وشايفين شوف في الجناب كده في حاجة بتشعر كده كأنه بيدي لون، كل ما تظهر كلمة دي أو كده يدي لون كده في الجنب، بيتفاعل كده مع المشهد. فالحاجتين دول بنعملهم ازاي؟ أول حاجة الزوم اوت انيميشن، بس نعلي الديوريشن شوية. هنيجي على زي ما قلنا بتاع اللي بتعمل جلو في الجنب أو بتتفاعل مع الشاشة كل ما تظهر كلمة، هي بمنتهى البساطة هتجيب تكست، تمسح ده مسطرة على الفونت سايز، هعمل باك جراوند ولونه هيبقى لبني عادي جدا، وكومباوند كليب، وتفتح الماسك، ماسك الريكتانجل تعمله انفرت. جميل بالشكل ده، وعلي الفيذر شوية بالشكل ده، وهنخفف الاوباسيتي بس نكبر بس شوية الماسك بالشكل ده. بعدين هنظهره ازاي بقى؟ كلمة دي هتظهر، نكون احنا على البلند عاملين هنا اول ما تيجي كلمة شقة تظهر او دقيقة، نعمل كي فريم انها ظاهرة على الكي فريم الاولاني، هنعملها كده. ولما تيجي كلمة شقة دقيقة تطلع هنعمل بالشكل ده. مش ملحوظة قوي بس لذيذة. في حاجة تانية نسيت اعملها، الكلام ده كله هنعمل له انيميشن اوت، هيبقى اسمه بلور. على الدرج خليها كده بحيث يطلع بشكل بلوري كده مريح للعين. جميل. وعند الدقيقة برضو هنعمل نفس الكلام، بس هو هنا عشان بس الفيديو انا مقصر المدة فهو مش ظاهر، لكن هو بص بيطلع بشكل ايه مريح للعين. تاني حاجة اتسألت عليها كتير جدا، ايه الافكت ده او الشيء اللي انا عامله ده بمنتهى السهولة، بسيط جدا جدا. عاوز بس تركزوا معايا كويس خالص. اكنه افكت زجاجي كده، يعني شايف اللي تحتيه وفي نفس الوقت في جرادينت كده او تدرج لون لبني جميل، وفي خطين كده طالعين من الجنب مع التحريك. المستحرك ازاي الاتنين بيخشوا، ودي بتطلع وبيطلع ايقون من ورا، فبتبقى شكلها تحفه بصراحه. يلا بينا نعملها. اول حاجه عشان نعمل الجزء اللي في النص ده اللي مكتوب عليه العبور، هنعمل اول حاجه شيب معين كده. خلينا ناخد الخلفيه دي كوبي، نعمل بيست هنا، كنترول في، وكومباوند كليب. هنيجي بالشكل ده هنا كده سنه بسيطه راوندد، ونصغرها بالشكل ده. لا محتاجين نخليها راوند شوية. عظيم اوي. هنعملها فريز عشان زي ما قلنا الكومباوند كليب بيتقل الدنيا خالص، فاحنا مش محتاجين غير الفريز ده. هنعمل من الفريز ده نسختين من الكيرفز، نخليها بيضة خالص، اللي تحت زي ما قلنا هيبقى لون ازرق. هنيجي عندي كومباوند كليب ودي كومباوند كليب عشان نعرف نعمل عليها ماسك تاني. اللي تحت هنقف عليها، نفتح الماسك وسبليت، ننزل نلف نخليها فيذر بالشكل ده. نيجي عند اللي فوق نفتح الماسك، اهم حاجة بس الابعاد تكون ظابطها كويس على قد ما تقدر. نعمل دي كده بالظبط، ممتاز. خليها انفرت
انفرت، وهنصغر الماسك سنة بسيطة. هنعمل ايه بقى؟ احنا مش عاوزين حواف دي، احنا عايزين يدوب اللي فوق. فهنعمل كومباوند كليب تاني، هنفتح الماسك سبليت، بعد كده نيجي هنا نعملها بالشكل ده. ممكن نكبر دي سنة يعني فوق. نعملهم الاتنين كومباوند كليب ونعملهم فريز. طبعا لو حد جهازه يعني حلو شوية ممكن نستغنى عن حتة الفريز دي. حلو حلو. خلي دي بس معانا طويلة شوية عشان يبقى في كونتراست. نكتب كلمة العبور أو نكتب أي كلمة احنا عاوزينها، يعني مش شرط كلمة عبور، بس أنا بوضح لك الفكرة. نخلي الفونت بي تو ويذر، كبرها شوية. هنيجي عند الخطين اللي بيظهروا في الجنب، هنعملهم ازاي يا معلم؟ نضيف تكست وشرطة، نضغطهم كده بالكاركتر. جميل. ونخليه كده ونعمل دوبليكيت وخليه الناحية التانية بالشكل ده. نعمل دوبليكيت اللي على طول، ويندوز نقطة، ونجيب دي ونختار الشكل ده، خلي لونها أزرق أيا كان بقى اللون. ونيجي دي نحطها هنا على الطرف البتاع كويس، ونعملها هي ودي كومباوند كليب. ونيجي على الجنب التاني، أول حاجة ناخد دي كده في كوبي، هنعمل دي ودي كومباوند كليب. هنيجي عند دي ونفتح الانيميشن، نفتح السلايد، سلايد رايت، لا سلايد ليفت، ودي خلوها سلايد رايت بالشكل ده. بس انا ممكن نعلي الديوريشن سنة، نخلوها هنا 7 نخلوها هنا 7. جميل اوي. هنيجي عند كلمة العبور انيميشن وهنعمل لها باونس ان، وهنيجي عند الشكل اللي احنا عملناه ده نحط كي فريم في الاول، كي فريم عند السهم ده، نرجع للكي فريم الاولاني ونصغرها للاخر، نصغرها للاخر، ونفتح الجراف show all presets ونخليها round out. بس في مشكلة، هو جاي من فوق عشان احنا عاملين كومباوند كليب، هو كومباوند كليب جاي من نص الشاشة. هنصلحها ازاي؟ المشكلة دي حلها حاجة واحدة بس، ان الشكل ده يبقى في نص الشاشة. فاحنا هنيجي هنا نعمل جايد لاين عشان يبقى في نص الشاشة بالظبط، ونعمل له كومباوند كليب. نشيل الجايد لاين ده وانزل تحت يا باشا زي ما كانت، وزي ما اتفقنا نعلي بس دي شوية الدايركشن بتاعها 7. ونيجي عندنا ونيجي عند أول كده صغرها، وشو بريسيتس كيوبيك اوت بالشكل ده يا باشا. خلينا نقطة الديوريشن هنا عشان يطلع بالظبط. هنا 3 برضو بالشكل ده. نعمل ايه بقى؟ يلا كله كومباوند كليب وإفكت اللو 2 وحط لي سنة معنا بالشكل ده. كده خلصنا تاني انيميشن. عملنا الترانزيشن ده ازاي؟ بسيط جدا، يلا بينا. هنيجي عند دي نعمل سبليت، نعمل فريز لأول فريم من الفيديو بالشكل ده، ونطلعه فوق. نمسح دي دلوقتي ونجيب دي كده ونرحله سنة بسيطة. نمسح دي نعمل منها 3 طبقات، 3 دوبليكيت. كويس كويس. هننقي أول طبقة فوقيهم خالص، نفتح ريموف باك جراوند وكاستم ريموفال، وهنسلكت الشخص ده بالشكل ده ونعمل ابلاي. نيجي عند تاني واحدة هنسلكت اليافطة الكبيرة اللي ورا دي. جميل. نعمل ابلاي. تاني حاجة او تالت حاجة نختار الارض. جميل اوي. نعمل ابلاي. احنا عاوزين المشهد يظهر في اول الفريم، في اول اللقطة. حلو. ممكن نصور كده عشان التايم. بعدين هنحط كي فريم في الاخر هنا عند كل واحدة، وكي فريم هنا، وكي فريم هنا. اول حاجة الشخص احنا عاوزين ينزل من فوق، فاحنا هنجيب ده
نطلع بيه فوق خالص. جميل. ونيجي عند دي ايه بالظبط؟ دي الخلفية. خلفية عايزينها 0، عايزينها تظل 0. تالت حاجة الأرض عاوزينها تطلع من تحت. كل ده احنا واقفين في أول فيديو عشان تبقوا واخدين بالكم. معانا بالشكل ده. بس في هنا مشكلة في آخر حاجة، إن احنا مش عاوزين الشخص يطلع فيه. لا، امسح يا باشا الشخص. جميل أوي. أبلاي، رجع مكانها. وصلت معاك، بس تحريك لينير ومش سلس خالص. show all presets. احنا عاوزين بعدها هنجيب effect shake وهنقصه من هنا بحيث يدي هزة أول ما يقع على الأرض بالشكل ده. حاجة أخيرة، جرين سكرين. الأرض بتتكسر كده. أيوة، نجيب الجرين سكرين دي وهنحطها تحت بالشكل ده. و remove background chroma key وهنعمل clean up edges. جميل. animation out. جميل أوي. هنيجي في اكتر انيميشن طلب مني، وهو انيميشن السلايدر. هو فكرته بسيطه جدا لكن تنفيذه رخم بصراحه، ولكن انا هوريك الفكره. اولا هنعمل 4 جايد لاينز بالشكل ده، 2 بالطول و2 بالعرض متساويين. كويس. وهنجيب صوره. انت هتنفذ على صور مختلفه، ولكن انا هوريك الفكره على صوره. مبدئيا بس هنظبط الصوره على اساس الجايد لاينز دول. ممتاز. نفتح الماسك ونضيف ماسك ريكتانجل ونظبطه بالشكل ده. ليه بقى؟ عشان نعمل راوندد كورنرز. ممتاز جدا. نقفل ده معلم. اول حاجه احنا هنيجي عند الانيميشن كان بالشكل ده، جاي كده بشكل دائري 3D من بره، وحصل كده بالشكل ده. خلينا ناخد جزئيه. وفي هنا زي ما احنا شايفين الفريم ده، وفي السواد في الباك جراوند والسلايدر. كويس. هنبدا اول حاجه بالانيميشن. نفرد دي كده شويه. الانيميشن ده هنجيبه من قائمه الانيميشن. انا ما اعرفش موجود في النسخه بتاعت الشرق الاوسط ولا لا، ولا موجود في النسخه الاجنبيه، بس انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي ننزل الافكتات الاجنبيه. يعني هو ده. نفرد التايملاين شويه كده. نيجي هنا في الفيديو كي فريم، وكده كي فريم، ونصغره شويه. خليه مثلا على 40، واحنا لازم شيفت يمين ونخليه على الطرف كده. حلو. وهنجيب نفس الصورة، الغي الانيميشن، نمسح الكي فريم ده بحيث تبقى ورا، بعدين نمسح ده وهنحط كي فريم، وهتيجي نفس الكي فريم ده نبقى اكون محاذي ليه، نحط كي فريم تاني، وهتخلي ده 40 برضو، وتطلعه برا الكادر بالشكل ده خالص. كويس. هيبقى بالشكل ده. نيجي نقف شوية ونعمل بعد كام فريم كده، نحط كي فريم، نطلع قدام سنة، كي فريم تاني. بس قبل ما نحرك اللي فوق هننزل تحت، كي فريم هنا، كي فريم، وهنا كي فريم كمان، ونطلع برا الكادر واحنا دايسين شيفت بالشكل ده عشان يطلع خالص برا الكادر. كويس. هيبقى هو طالع برا في نفس التحريك ده، في نفس التوقيت، واحنا واقفين على الكي فريم التاني في اللير اللي فوق. هنخلي ده 40، واحنا دايسين شيفت طلع هنا بالشكل ده. ممتاز. لما اللير التانية جت دي، المفروض دخلنا لير من هنا، فهنجيب لير تالتة
او هنعمل معلش دوبليكيت لدي بدل ما لسه هنظبط الحجم. وامسح كل الكلام ده، امسح يا باشا كل الكلام ده. تعالى اقف هنا كويس اوي. هنيجي نعمل كي فريم هنا، هنقف هنا بالظبط ونعمل كي فريم هنا، والكي فريم ده نقف عنده ونعمل كي فريم هنا، وده هيبقى بره. هنقف عند الكي فريم ده ونطلعه بره. عظيم. بس هنخلي دي تحت عشان هي كانت فوقيها. ومع التحريك ده هنقف هنا بالظبط، نقف هنا ونحط كي فريم هنا وكي فريم هنا، نسحب دي كده في النص هنا ونكبرها على قد الجايد لاينز. بقت الفكرة معانا بالشكل ده. والصورة الأخيرة دي تتحرك هتدخل واحدة من نفس الكادر وتحرك الصورة التالتة. تعالوا نوريكم ازاي برضه هنا عشان ميبقاش قصرنا. نمسح كل الكيفريمات دي. جميل اوي. شغل دي، حط كي فريم هنا وكي فريم هنا، رجع دي سنة ورا هنا بالظبط، وتخلي السكيل 40. نطلع قدام سنة بالشكل ده. وهنا كيف من الاولاني نطلعه برا خالص برا الكادر ونخلي السكيل 40. فهمتوا الفكرة؟ وطبعا عايزين نحركه التانيين، عايزين نحركه تحريك تاني. هنيجي عند الاخرانية دي اللي هي دي، وهنقف شوية، هنقف شوية كده، نبعد شوية عن الكيفريم الاخراني، نحط كيفريم هنا يطلع قدام سنة، كيفريم كمان طلعها برا الكادر. عظيم. وتيجي عند دي تقف عند اول كيفريم هنا، معلش الموضوع ملخبط شويه ولكنه ايه مع التركيز هيكون سهل. انت بس اعرف تقف على انهي طبقه وفي انهي صوره في الكادر بالظبط. خلي دي 40، طلعها هنا عند نفس الكي فريم، هنقف عند اول كي فريم نعمل كي فريم و نطلع قدام في النص، نكبر على قد البتاع، يبقى الموضوع معانا بالشكل ده. عظيم اوي. دلوقتي كان في سواد تحت، ده عملنا ازاي؟ ده عادي جبنا خلفية سودا وخلينا تحتيهم بالشكل ده، وقللنا كبرنا سنة بس، وقللنا الاوباستي، وفتحنا الماسك في المستريب خلينا في النص كده بالشكل ده، صغرناها، رفعنا الفيلر شوية بحيث في كونتراست، في تباين، يعني الصورة واضحة ما يكونش لازقة مع الخلفية. يعني بص هنا في مشكلة، انا بس عشان موطي الاضاءة الاوباستي هنا، بص تحس كده في مفيش كونتراست، مفيش تباين. فاحنا نعمل ايه؟ هنشغل دي كده بقى فيه تباين. نشيل بس الجايد لاينز دول. جميل اوي. فاضل ايه يا باشا؟ فاضل حاجة واحدة بس، واللي هي الفريم. نعمل الفريم ده ازاي يا معلم؟ هنجيب دي دوبليكيت، امسح الكي فريمات اللي فيها، هاتها جوه الكادر، هنجيبها هنا ونجيب ادجاست ونخليها لونها ابيض كده بالشكل ده كويس، ونكبرها سنة بالشكل ده. هنجيب افكت اسمه نيجاتيف داخل اطار وهنرميه عليها، وعلى حسب اللون بقى تخلي السايز 0، فلتر على الاخر، وكل حاجة تانية 0، وتتحكم في اللون زي ما انت عايز. احنا كنا عاملين اللون اللي هو اللبني ده. نفتح تاني هنا بقى نجيب الماسك، هنلاقي فيه ماسك.
فاحنا نعمل ايه؟ نعمل كومباوند كليب كمان. نفتح الماسك، ناخد الماسك الشكل ده جوه، اصغر منه، ونعمل انفرت ونظبط على اقل من هنا، نخليه ازرق بالشكل ده على حسب ما تحب، ونحط له جلو يبقى الفريم موجود قدامنا. نيجي بس نخلي الاسود ده اسود شويتين، بالشكل ده. فده هنعمله ازاي؟ بسيط جدا. تعال نعمله بشكل يدوي. هنيجي هنا نحط كي فريم، وشايف ده اللي كان فيه انيميشن اول واحد، هنحط عند اخره كي فريم. نيجي عند الكي فريم سوري، نحط عند اخر ده كي فريم. نيجي عند الكي فريم الاولاني نحط برضو اوباستي، معلش كي فريم في الاتنين الاوباستي. كي فريم الاولاني نكبر شويه، جميل، ونقلل اوباستي. نحط اي ايز هيبقى معنا بالشكل ده. محتاجين نخليه قوي شويه، نحطها بالشكل ده. طبعا احنا الانيميشن ده عملناه في الاول، بس الشيب ده مختلف او البوكس ده مختلف. تعالوا اوريك تعمل البوكس الجراديانت ده ازاي. احنا هنجيب تكست، مسطرة وسبيس، كبر فونت سايز، واد الباك جراوند، خلي لونها فاتح، اعملها دوبليكيت وخلي لونها لون غامق، تعملها كومباوند كليب، والماسك اد ماسك والسبليت، وخلي بالشكل ده، واعمل الجراديانت بالشكل ده. اعمل 2 كومباوند كليب، وفعل الماسك، وهات الريكتانجل وخليه بالشكل ده. هتعمل ايه؟ هتعمل كنترول اكس، اسحبها كده وافتح دي وقتها هنا بالشكل ده. قلل الراوند كورنر شوية واسحبها كده بالشكل ده. عظيم جدا. هنجيب تكست تكتب عليه اي حاجة وننزلها تحت. هنعمل ده الانيميشن باونس ان، حلو، وده نحط كي فريم هنا ونمشي لحد ما السهم ده يخلص. دوس هنا فريم تاني، ارجع صغر لحد الاخر، افتح شو اول بريسيتس، راوند ان بالشكل ده. اطلع بره يا غالي، حط افكت الجلو بتاعك المتين، يبقى معاك بالشكل ده. العب بقى في الجلو براحتك لحد ما يظبط معاك. بالشكل ده وبس يا غالي. يا رب تكون استفدت، وان شاء الله استنوني في حلقات جاية كتير، وما تنسوش الدعم. شكرا.